السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة المستعجلين، المكرونة اللي هي حباية وحباية. دول كيسين 2 مكرونة، بحط معلقتين برضو زيت ومعلقة سمنة، وبدلق كل كمية المكرونة اللي عندي وابدأ أحمر فيها. طبعا دي لازم يتعامل معاها بطاطس وبيض وسلطة معروفة يعني. طبعا أنا كنت سلقت البيض أصلا. تبدأي ايدك فيها على طول، ما تشيش عشان خاطر ما تجنبش منك أو تبقى حباية وحباية، لا عشان يبقى درجاتها كلها حلوة، تبقى مثلا واحدة محروقة قوي وواحدة فاتحة قوي، لا يبقى كلها الدرجات بتاعتها كده، ايدك فيها على طول. فانا كنت برضو هنا قطعت بطاطس معايا وعلقت على الزيت وحمرتها. بدأت ان انا يعني احمر، هي كلها بتخلص مع بعضها. اهم حاجة تعملي متابعة للقناة وتعملي لايك حلو كده، تجيبي تعليق حلو. دي كانت اكلة كده يوم تنظيفات رمضان بقى، فالواحد كان مستعجل وبتاع، فعايز عشان يطلع يعمل الشقة بره. لا انا كنت يا رب عملت الشقة وداخلة بقى عشان خاطر اعمل المطبخ، فقلت اعمل الاكل الاول قبل ما ايه، عشان خاطر المطبخ يبات نظيف يعني، ما ارجعش اوسخه تاني. فقلت اعمل الغدا الاول على السريع كده. هي كل الموضوع ما بياخدش اكتر من نص ساعة، كله بيبقى خلصان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله اول سحور لينا. انا كنت خلصتها بقى، خدت اللون اللي انا عايزاه، احط لها المية بتاعتها. دي مكرونة ادم يا جماعة، اللي هي الاكياس دي. بضيف لها مكعبين 2 مرقة دجاج. لو مش عندي مرقة دجاج وعندي شوربة بحط شوربة، بتبقى جميلة برضو. هنا كانت خلاص بقى، احط الملح وخلاص. هنا بقى طبعا كانت المكرونة بقى بتغلي، وانا كنت بعمل سلطة جنبها كمان. قلنا بقى قبل ما نفك البوتاجاز بقى وما نلاقيش حاجة نعمل عليها أكل، لا نعملها بسرعة كده في 10 دقايق قبل ما نفك البوتاجاز. طبعا السلطة أنا بحب أحط فيها خضار محشي، ويا سلام بقى لو عندك شبت، بيوديها في حتة تانية خالص. طبعا السلطة كلكم عارفين بقى، طماطم وخيار وفلفل أخضر وخضار محشي، ولو عندي جزر، بس أنا بصراحة ما كانش عندي جزر في البتاع دي، وبصل. لأن البطاطس كانت اتحمرت، أنا كنت عاملة بطاطس كتير شوية لأن عيالي بيحبوها. هطلع دولت وهحط الحبة الباقيين. هو كله كان بسرعة بسرعة كده عشان ايه نلحق نخلص. احنا كنا حوالي الساعة 2 ولا حاجة. عفوا يا جماعة، والله انا عندي برد. هنا المكرونة طبعا كانت شربت ميتها، هبدأ ان انا اوطي عليها بقى واسيبها تستوي. هنا كنت خلاص بقفل في السلطة بقى. اخر حاجة انا بحب دايما السلطة احط عليها بصل. بس يا سلام لو بصل احمر، بس للاسف خلصان ما فيش بقى الا البصل ده اللي مالي الدنيا. هنا كنت خلصت السلطة بقى، هبدأ احط لها التوابل بتاعتها. احط لها ملح، احط لها كمون، احط لها نص ليمونة، احط لها معلقة خل. وعايزة سلطتك تبقى مميزة وحلوة، حطي عليها شعرة سكر. مش معلقة ومش نص معلقة لا، شعرة سكر. شم ريحة السلطة، شم ريحتها.
قلبيها بقى وسيبيها شويه بحيث ان الطماطم والخضار يشرب من التوابل اللي انت حطيتيها. أنا طبعا كنت سلقت البيض وقشرته، والبطاطس بقى التانية كمان كنت انا طلعتها عشان خاطر بس ما اطولش عليكم الفيديو. نحمر البيض، انا ما بحبوش متحمر بس انا عيالي بيحبوه متحمر، انا ما بحبوه. هنا كنت انا طفيت على المكرونه كانت استوت برضو. هبدا ان انا بقى اطلع البيض واحط له ملح وفلفل اسود واغرف على طول. هنا خلاص كان الاكل خلص، وده الشكل النهائي يعني. شوفوا مفرفره ومستويه وجميله ولونها حلو. بالهنا والشفا.